السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوني، انا نونا، ودي قناتي. لايك وشير للفيديو لو عجبكم. معنا النهارده البيتزا التحفه دي، هنعملها بطريقه سهله وبسيطه، وتكون هشه معانا واحسن من المحلات كمان. وهنعملها بمكونات بسيطه وكلها موجوده في البيت. هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. انا طبعا هبدا بحشو البيتزا الاول. طبعا كل بيعجن العجينه وبسيبها تخمر، بعد كده يعمل. انا طبعا هعمل الحشو الاول. طبعا الحشو ده يرجع ليكم، ممكن تعمليه بالهدوج او بالبسطرمه او مشروم أو المشروم والخضار طبعا، والجبن طبعا دي اساسي. طبعا انا هعملها النهارده انا بالفراخ. طبعا احنا بنحبها بالفراخ، بتكون احلى من اللحمه كمان. طبعا هنسمي الله كده. ومعانا صدرين من الدجاج، غسلتهم ونضفتهم كده وهبدا اقطعهم. انا عايزه اقطعهم مكعبات صغيره معايا ويكونوا جاهزين معايا. هنقطع كده كل الكميه وتكون جاهزه معانا كده، وهتحطها في طبق. هشطفها بحبه ميه كمان واحطها في المصفى الصفا واسيبها براحتها كده. معانا كده طاستين على النار. طبعا معانا حوالي 5 حبات من الطماطم، قطعتهم مكعبات كبيره. وهنزل عليهم بصلايه، وهنزل عليهم كام فص من الثوم بس، وحوالي 4 معالق من المية بس عشان لما الطماطم تنزل ميتها. وطبعا هحط عليهم حوالي 4 معالق من الزيت، واغطي عليهم واسيبهم يستووا براحتهم. طبعا انا عملتها الاول عشان طبعا انا ممكن لو انت عندك هاند بلندر فانت بتعملها وهي سخنه، فبتفرميها بالهاند بلندر وتسيبيها. انما انا عندي خلاط، فانا طبعا هعملها الاول واسيبها تبرد، وبعد كده عشان افرمها في الخلاط ما تكونش يعني تبوظ الخلاط. الطاسه التانية نزلت ب4 معالق من الزيت، ونزلت عليها بحوالي 3 بصلات قطعتهم مكعبات كبيره او جوليان حسب ما انت عايزه. بس عشان طبعا دي هحط منها على البيتزا، وانا طبعا مش عايزه البصل يكون يعني ني خالص. انا عايزه بس اديله نص تشويحه كده عشان يكون يكمل معايا سوا، ومش يكون بخرش معايا. طبعا بطرح مكان البصل اللي انا حمرته، نزلت عليه طبعا بالفراخ والطاسه سخنه بس عشان ما تنزلش الميه اللي فيها. بعد كده هشوحها لحد ما تبدا تخش في السوا. نزلت عليها بقى بصلايه قطعتها مكعبات صغيره. طبعا انا ما كترتش بصل، انا بس بصله بس يا دوبك تديها ريحه. ونزلت عليها بالبهارات، والبهارات دي ترجع ليكي: فلفل اسمر وكمون 7 بهارات، بابريكا، قرفه وجنزبيل. طبعا عايزه تشيلي حاجه او تزودي حاجه طبعا يرجع ليكي. طبعا نزلت عليها كمان بمعلقه من الكركم بس عشان الطعم واللون. شوحتها كده لحد ما استوت، وبعد كده هنزلها معايا. بعد كده الطماطم كانت استوت وكل حاجه جاهزه، وهضيف عليها البهارات بتاعتها، وبرضه هسيبها لما تبرد وهفرمها في الخلاط. وهي بتبرد كده وبرضه الفراخ بتبرد. طبعا انا معايا كده نص كوبايه من الميه، ونزلت عليها بمعلقتين من السكر، وطبعا قطعه من الخميره البيضاء. طبعا تستبدليها، ممكن تستبدليها بالخميره الفوريه. دوبتهم كده وركنتهم معايا على جنب. معايا حوالي 4 كوبايات او حوالي كيلو الا ربع من الدقيق، ونزلت عليهم طبعا بالبودر، ونزلت عليهم معلقتين لبن بودر، والملح وكل حاجه كده. المواد اللي الجافه جاهزه معايا. نزلت عليها كده بعلبتين من الزبادي، ونزلت كمان ببيضتين صغيرين. ممكن لو البيض كبير ممكن تنزلي بيضه واحده كفايه، طبعا عشان بس البيض اللي عندي صغير. فنزلت حوالي بربع كوبايه من الزيت. طبعا دي المج اللي معايا الصغير، فنزلت بنصه. انما لو المج الكبير طبعا اقل من ربع كمان. وبعد كده قلبت كله مع بعضه كده ودوبته، ونزلت كده بالخميره. طبعا بدات تشتغل معايا، دوبتها كده ونزلت عليها على الدقيق كده وابدا اعجن. طبعا انا هنزل بالمواد السائله، طبعا حسب امتصاص الدقيق بتضيف عليه المواد السائله، بتضيف عليه واحده واحده. انا طبعا ما عندي لبن، عجنتها بلبن معايا كمان. ممكن لو مش عندك لبن ممكن تنزلي بميه، فبتنزلي واحده واحده لحد ما تعجنيها وتكون جاهزه معاك. انا عايزه العجينه تكون طريه بس ما تلزقش في الايد. تعجنيها كده حلو تاخدي وتدي معاها كده، يعني حوالي 10 دقايق ربع ساعه تعجني فيها. ممكن تنزلي على الرخامه وتفردي عليها حبه دقيق وتعجني برضو. لو انت بتعجنيها تحبي تعجنيها على الرخامه براحتك برضو، حسب. مش عايزه طبعا عجنتها في الطبق وسبتها كده، وسبتها لما خمرت معايا. طبعا جهزت كل حاجه وفرمت الطماطم والحشو اللي انا هحشي بيه. طبعا جهزته معايا. طبعا كانت العجينه خمرت، ما خدتش حوالي ما كملتش ساعه، لان الجو حامي طبعا، وحسب الجو العجينه بتخمر بسرعه. هقطعها كده وحسب انت عايزه مثلا تقطعها كبيره، او عايزه حسب الصواني اللي عندك فانت بتقطعيها. انا قطعتها كده طلعت معايا حوالي 5 بزيات. قطعتهم كده وافردهم قطع، اسيبهم كده في طبق واحطهم كده على حبه دقيق، واسيبهم برضو معايا يرتاحوا شويه. بعد ما يرتاحوا هبدا افرد فيهم.
طبعا كل ما بتسيبيها ترتاح شويه معاك 10 دقايق او ربع ساعه كمان، طبعا الفرد يكون عملت الفرد معاكي ايه سهله وبسيطه، ما بتاخدش وقت. كل صينيه كده دهنتها دهن الزيت ورشه من البقسماط او السطاميط بتاع البسبوسه طبعا، نزلت كده بس برشه بسيطه بس عشان ايه ما تلزقش في الصينيه وتكون معاكي تتحرك معاكي بسرعه. طبعا ما دام العجينه مرتاحه فانت بتفرديها بسرعه ومش هتاخد منك وقت. انا عايزه العجينه تكون او البيتزا تكون رقيقه خالص، مش عايزاها تكون كبيره او تخينه طبعا، لانها هتتحول كده لقرص لو هي ايه السمك بتاعها كبير. طبعا انا حبيت اعملها كده وحش ايه واتنين كده طبعا من الاطراف كده بالجبن. طبعا قطعت كده مع عندي جبن موزاريلا، طبعا قطعتها كده شرايح صغيره وفردتها على الحرف كده، وهبدا ايه الف فيها كده ايه واتنيها واحده واحده كده هتكون معاكي جاهزه. طبعا بتكوني واخده مقاس الصينيه الاول وتعملي عايزه تفرديها في الصينيه على طول برضو حسب ما انت عايزه، ولو انت بتعمليها. انا طبعا بعد ما فردتها كده وحشيت الاطراف تانيتها كده وفردتها ورحت حطاها في الصينيه وتكون جاهزه معايا. طبعا بفردها كده بايدي واتك على الحروف بس عشان الجبن ما تطلعش واسويها معايا. بعد ما افردها معايا كده واسويها هنزل طبعا بالطماطم اللي انا عاملاها او الصوص اللي انا عاملاه ليها واجهزه كده وافرده فيها كده وتفرديها على الحرف كده وتحاولي ايه تتوصي شويه كده عشان طبعا الصوص دي طبعا بيديها طعم وبخليها طراوه. طبعا انا في الوقت ده انا كنت نسيت اخرمها بالشوكه، فطبعا انا جبت الشوكه كده وخرمتها عشان ايه مش عايزاها ترتفع معايا، انا عايزه ايه السمك بتاعها يكون قليل خالص. طبعا دي معانا البصل اللي انا شوحته، وطبعا هنزل كده واحط كده على البيتزا، واحط برضو معاها فلفل اخضر. طبعا الحشو دي يرجع ليكي، عايزه تشيل الفلفل والبصل برضو يرجع ليكي، مش عايزه خلاص. ونزلت طبعا بزيتون، ونزلت برضو بالجبن، دي جبنه ميكس، وطبعا هخلي الجبنه الموزاريلا طبعا على الوش. طبعا انا بس نزلت حبه كده معاه، وبعد كده هنزل بقطع الفراخ. طبعا عايزه تستبدلي الفراخ بلحمه او الدوج طبعا او اي حاجه، او تستكفي بالجبن كده والخضار زي ما احنا عاملين كده، دي برضو بتبقى طعمها بجد تحفه. هنزل كده باللحمه اهو ايه هفردها كده على البيتزايه وهخليها على الوش طبعا، وهتبدا كده اخلصها كده وتكون جاهزه معايا. طبعا فردت التانية ونفس الطريقه هعملها بنفس الطريقه ونفس الحشو. طبعا ايه تعمليها كده، بس التانيين انا عملتهم طبعا من غير حشو الاطراف، انا عملتهم كده عاديين خالص ونزلت كده بالحشو. معنا كده البصل والفلفل والزيتون والجبن وطبعا الفراخ، اخلصهم كده وتكونوا جاهزين معايا وهركنهم. هسيبهم بس لما اخلص كل تقطيع، وبعد كده هولع الفرن عشان يسخن معايا، عشان طبعا البيتزا تبدا ترتفع تاني معايا وتكون ايه هشه معاكي. طبعا ولعت الفرن من فوق ومن تحت، وبقى ايه دخلت طبعا بيتزا فيها. البيتزا طبعا ما خدتش حوالي ربع ساعه تلت ساعه بالكتير كانت ايه استوت، بس بتسيبها كده وبعد كده تطفي الشوايه شويه لحد ايه ما تديك السوا المظبوط. طبعا ده اللون المظبوط طبعا شايفين عامله ازاي، ده اللي انا ايه سويته طبعا ولحقت، انما الباقي فيه طبعا كلنا قبل كده، فدول اللي بقوا فانا صورتهم كده. هنقدمهم كده بالهنا والشفا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وتكتبوا لنا كده كومنت وتعليق باذنكم، ومع السلامه.